الصلاة وسعت خالص اهي. مش هتبان اكتر بقى لما اجيب النقاش ويظبط في قلب الشقة، لان انا هغير شوية حاجات كده، لان الايام الجاية انا هقفل طوب على السطح، وبرضك ورايا شوية حاجات في الشقة اللي فوقينا بتاعت اخويا الصغير، بتاع احمد اخويا الصغير. اللهم صل على النبي. هنقفل الطوب وان شاء الله عشان الايام الشهور الجاية دي بقى ايه نرمي الصبة بتاعتها. واللي اول مرة بقى يدخل قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شدلوا الستارة يا قد. قد ايه يا ميدو؟ قد ايه يا حبيبي؟ انا مفضياه وشايله الحاجه من عليها عشان هنشيل العمودين دول ان شاء الله كده. ما اشوف بقى ابوك هيشيلهم ازاي. انا قلت له اجيب واحد، قال لي لا ده هو هدوم بس ايه. تدوم ايه يا ابو ادم؟ كتفاء. هيدوم كتفاه. يلا يا ادم انت كتف وابوك كتف. يلا شيل الرفوف يا ادم. ادهم قمر يا ادم، قمر ومعسل، والمزز على اليوتيوب هيشوفوك اهو. ابوك شال الرفوف كلها. هي مكان الرفوف اصلا كان متقشر كده وبقى شكلها غبي، والعمدان بوسي اصلا كانت مفحره فيها ومبهدلاها. هنشيلها. ابوك بيشيل الرفوف التانية اهي. يلا يا ادهم ساعد ابوك. الساعة 1 بالليل أصلا. مش مشكله بقى. انا قلت له ما تشيلهمش الا لما اولادك يجوا. من الحلب وتعالى أقول له. ادهم حط الترابيزه دي على الكنبه. هتوسع انت مكان الكراسي بقى. يلا هشيلها واجيب النقاشه يظبط لي من فوق كده. بس ما اعرفش بقى اما نشيل العمود هنلاقي البلاطه اللي تحت دي هنعوز نبلط ولا لا. هنشوف بقى. بس انا مستهيألي العمود متركب على السيراميك نفسه. خليك اما يجيلك هبل كده. لك لمين؟ لمين؟ لمومين لمو لهبل. بيقولك أتجوزها فين؟ هتتجوزها فين؟ فين؟ ده مين ده اللي لبس كركر؟ اتجوزها فين؟ شيل مع ابوك يا ادم يلا. زقي معايا يا ادهم. على فكره في حديده في النص. الحديده على فكره اللي بتحوش. ساب والله ساب خالص. طب يلا. في حديده في النص. شيل ده من يمين. صب. مش انا قلت لك فيها حديده؟ إيه ده؟ ده في بلاط تحت. بس كده خلاص قشطه. شيل افتح من ده. ده مش بسرعة. وكده بقى عايزه نقاش بقى يظبط لي بقى الحيطه دي بس كده. ايوه استنى يا وش كده عشان تفلت الحمامه تلبس. هو كان طايق اصلا. يا شقي. يا شقي. يلا يا ميدو. مفيش حته اكشن كده منك يا ميدو. حته اكشن منك انت كمان يا ميدو. رجلها سقعانة ورجلها سقعانة. سقعانين. خلاص انت خليتنا نلبس. حسب البلاد دي المرست. ادهم بيضرب العمود اكنه واحد عدو. ايه رايك يا ادهم؟ هتضرب عدوك؟ ملناش أعداء، كلها أخصام سهل. فاكره الراجل كان طلب منا حديدتين نعملهم في القلب كده من جوه. العواميد دي ما عادتش موضه على فكره. ما عادتش موضه. والصاله كمان بقى هتدي وسعه احلى كده اشيك. هو بقى النقاش لما يجي اصلا هيظبط لي اكتر بقى. المنظر هيتعدل. عايز أروح فين؟ معلش يا ابو ادم، معلش يا حبيب قلبي.
معلش نازل اجازه عشان يستريح، قلت له لا ده في شغل كتير مستنيك. انا بقالي فتره والله عايزه اشيل العمدان دي بس كان كسل بقى. كده الصلاه هتوسع وهتبقى احلى. تسلم ايدك يا ابو ادم. الله يسلمك. اللهم صل على النبي. كده النقاش بقى يجي يظبط لي الحيطه كده. في الاخر نقول لكم هتقول لهم ايه؟ فينيش. فينيش. مفيش اي حاجه بتعملها كده. يلا وحياتك. ده حاطط ايده في جيبه وواقف متفرج. كده بقى بعد ما كنسنا هون ان شاء الله بقى بكره الصبح، لان هم كسرين العمدان دي دلوقتي بتاع الساعه 2 دلوقتي. اللهم صل على النبي. هو ادم وميدو جم من الشغل، وطبعا ابو ادم كان مسافر وجاي من السفر، يعني بيقضي الاجازه بتاعته. قلت له لا المره دي بقى ما فيش اجازه بقى، المره دي في شغل يا ابو ادم. كسر لي العمودان ان شاء الله. ان شاء الله بكره هكلم المبلطات. كنت مكلمه المبلطاتي اصلا، قال لي حضري الاسمنت والرمل، وانا عندي سيراميك من ده انا كنت عاينه، لان انا اللي مشطبه الشقه دي وانا اللي صارفه عليها كده وانا اللي عاملاها كده. فلما جيت سرمكت الشقه كده انا عينتي يومها كان فاضل كرتونتين سيراميك من ده الكلام ده بقاله كام سنه. فعندهم في ارضيه الدولاب عندي كل حاجه بنلف لفتنا وبنحتاجها في يوم كده. انا هحتاج اشيل البلاطه دي، وهحتاج اشيل هنا من هنا ببلاطتين. هشيل بلاطتين لان العمود جاي ما بين مفصل البلاطتين، يعني ما بين البلاطه والبلاطه. يبقى كده ان شاء الله هركب بلاطتين 2 كده. الشقه وسعت، العمدان دي ما عادتش ومضى. ان شاء الله بقى لما النقاش يجي ويظبط لي في قلب الشقه كده هتبان اكتر. انا مش هرجع الانتريه مكان ولا هفرش سجاجيد دلوقتي. هنا السيراميك في قلب الدولاب. ان شاء الله بقى كده اكلم المبلطات يجي يعملها لي. هزق السفره دي جنب الحيطه كده. الحيطه دي اصلا انا كان في نيش فشلته. النيش اصلا ما عادش موضه وكبير قوي، كان واكل الحيطه. ان شاء الله انا هجيب دولاب فضيه صغنن كده محندق كده. السفره دي بقى انا هشدها حالا جنب الحيطه خالص كده، عشان المبلطات لما يجي الصبح يلاقي المكان واسع كده وشرح وبرح كده عشان ياخد راحته. شفت التراب؟ ان شاء الله بقى مش هظبط كل الكلام ده. انا حالا كنست الشقه وخدتها وش كده بالشرشوب ان شاء الله، عشان العيال لما يجوا يمشوا ما يقعدوش يبصموا بلون الجبس لانه بهدل لي الشقه بصراحه. بس انا مسحت يعني. ازق بقى الترابيزه دي جنب الحيطه، هلزقها في الحيطه خالص واوسع الصاله على ما اشوف هنعمل ايه. تاني يوم بقى كنت اتصلت بالمبلطاتي ده. اللهم صل على النبي. ده له اخ كبير اسمه محمد. من كام سنه محمد هو اللي مبلط لي الشقه، اخوه الكبير محمد. اتصلت بعبده ده كان جاي مع محمد ايام ما كنت ببلط الشقه، كان صغنن قد كده. بقول له بسم الله ما شاء الله كبرت يا عبده. بيضحك. اللهم صل على النبي. اخوه الكبير هو اللي مبلط لي الشقه. عبده هو مش سنه كبير، ده هو صغير، بس هو اللي بسم الله ما شاء الله كده ربنا يبارك فيه. اللهم صل على النبي. ده ابننا ومتربي معانا في الحته هنا واحنا اللي مربيين. واخته الكبيره كانت زميلتي معايا في المدرسه، فانا اتصلت بيه قلت بدل ما اجيب مبلطاتي من بره وكده. اللهم صل على النبي. جاء بقى اتصلت بيه قلت له تعالى يا عبده عندي بلاطتين، شلت العمودين وتعالى بلطهم لي وكده. قال لي عينيا ليك يا ام ادم. انا ما كنتش فاكره بصراحه ان البلاطتين هيبهدلوا الشقه كده. اللهم صل على النبي. انا بتكلم وعندي دور برد. البت بوسي كان عندها دور برد فعادتني. هي طالعه في الفيديو ده اصلا عندها دور برد ومقريفه وكانت بتعيط. تاني يوم بقى انا كنت اتعديت منها اصلا. اللهم صل على النبي. الصاروخ بهدل لي الدنيا زي ما كنت اكني بركب رخام بالظبط. الرخامه اللي كانت في المطبخ. قلت بقى مش مشكله كده. كان عبده خلص بقى. شفت التراب؟ الصاروخ طلع بتاع ابيض كده زي ما كنت بعمل الرخامه بالظبط بالصاروخ. لما كان الناس بيعملوا الرخامه بالصاروخ الشقه برضك كانت بنفس النظام كده. انا بقى دندنت مع نفسي كده ومسحت بالراحه ومسحت التراب ده كله. اللهم صل على النبي. شفتوا البلاطتين مش باينين اهم كده. بقى ناقص النقاش هيظبط لي شويه حاجات في الشقه كده انا عاوزه اعملها. شفتوا التراب في الترابيزه؟ طبعا الفرش انا فرشه الانتريه ده على الكسوه اصلا. الكسوه دي محافظه عليه يعني كبيره، هاخدها انفضها من التراب واغسلها وافرشها تاني اكن الانتريه ما جاش عليه حاجه خالص. كده بقى خلصنا ونستنى بقى اما نعمل النقاش. ابو ادم بقى كان خلص اهون ولبس لي الزعبوط زي لالا. فاكر لالا يا ادها يا هني؟ من ساعة. عارف لالا؟ كان في كرتون كده بيجري بيقول لك لالا، بيبقوا عاملين
زي البطريق كده. هي ساعة الدنيا عندنا في مدغام واخدة وضع استعداد الشتاء على طول. وضع الاستعداد. ابو ادم والله العظيم ما جاي الاجازه بتاعته. انا بصراحه انابيب نزل ملالي انابيب، مليت الانابيب، مليت انبوبتين ب 350 جنيه طلعهم لي والله العظيم ونزل الفاضي. والفريزر صلحته بقى طالع نازل مع الراجل بردك، وكسر لي العمودين هو وادم، يا رب ما تحرم منهم. بس الصلاه وسعت كده بقى. انا كنت مسحت بقى بعد المبلطات مبلط وفردت الانتريه، لاني انا يمكن اجازه ابو ادهم كده فرطت مننا بقى. قال لي كده قشطه بقى، كده قشطه عليك. عملت انت بتوصية عم احمد؟ ما هو عم احمد موصينا عليك يا ابو ادهم. عملت بتوصية الحاج احمد؟ كنت مسحت التراب، كنت مسحت كده بقى، والصلاة وسعت خالص اهي. مش هتبان اكتر بقى لما اجيب النقاش ويظبط في قلب الشقة، لان انا هغير شوية حاجات كده، لان الايام الجاية انا هقفل طوب على السطح، وبرضك ورايا شوية حاجات في الشقة اللي فوقينا بتاعت اخويا الصغير، بتاع احمد اخويا الصغير. نقفل الطوب، والشهور الجاية دي بقى ارمي الصبة بتاعتها. بس مش هجيب النقاش الاجازة بتاعت ابو ادهم دي، لان انا بصراحة انا قرفته الاجازة دي، كتر الف خيره على كده. وشغال في بلد جنبنا هنا، يا دوبك بينزل اسبوع كده اجازه. اللي بصراحه هو ما حسش بالاجازه بتاعته وانا قرفته فيه. يمكن اجيبه هو مش هنا، او يمكن استناه بقى اما ينزل المره الجايه. يعني يمكن كده ويمكن كده، لان انا مش هسيب السقف بالمنظر ده كده بقى. كنت مسحت ونفضت. الصلاه وسعت. انا ما شدتش الكنبه دي قوي لاني مستنيه البلاطين ينشفوا شويه. ان شاء الله بقى نعمل لكم الفيديو الجديد، نكون عملنا النقاشه وظبطنا في الشقه كده شويه حاجات، لان الايام الجايه برضك هنعمل حاجات في شقه احمد اخويا اللي فوقيه ان شاء الله. لما نعمل النقاشه بقى نبقى ننزلها لكم برضك. يا رب يوسع الجميع، وطول العمر يتبلغ الامل، وطول ما احنا عايشين هنجدد وهنعمل، وربنا يصلح حال الكل يا رب. وسنه سعيده عليكم، وربنا يجعلها سنه سعيده على الكل يا رب. واللي اول مره بقى يدخل قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.